السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نبدأ بالصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. كي دايرين الحباب؟ كنتمنى تكونوا على خير إن شاء الله، وعيدكم مبارك سعيد. في الوصفة ديال اليوم جبت لكم طريقة تحضير ديال الرغيفات معسلين بجوج أشكال، كيفاش ديروهم دائريين وكيفاش ديروهم بشكل رغيفات بجوج أشكال بعجين واحدة. غيوجدوا معاكم بسرعة في صباح العيد إن شاء الله. يلا ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي هنا 2 معالق كبيرة ديال الزبدة بحرارة المطبخ وملعقة صغيرة ديال القرفة، وهنايا طحنت 2 معالق ديال الجنجلان ومعلقة ديال النافع وواحد نصف كأس ديال الكاوكاو، طعنتهم بحال البودرة. وعندي نصف كيلو ديال الدقيق وخمارة بوزن 8 غرام، وغنجمعو بماء الزهر. بإمكانكم تخلطوا الماء العادي مع ماء الزهر، وقبصة ديال الملح، وعندنا زنجلان للتزيين بإمكانكم تزينوه باش ما بغيتو. صافي هنايا كناخدو القوام كاملين وكنضيفوهم على الدقيق، كنضيفو عليهم داك النافع والزنجلان وكاو اللي طحنت، وكنضيف عليهم الخمارة وقبصة ديال الملح والزبدة وديك القبيصة ديال القرفة، وكنخلطو الكل، كنرملوهم مزيان مع بعضياتهم بيدينا حتى كينسجم معنا الخليط. وكنبدا نجمع بماء الزهر. بإمكانكم كما سبق لي قلت لكم تضيفوا الماء العادي وواحد الكأس ديال ماء الزهر، ماشي مشكل. صافي غنجمعوا العجين ديالنا اللي غتكون ما بين وبين، ما تكونش طريه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف، وغنخليوها ترتاح معنا واحد شويه، تقريبا واحد ربع ساعه. وغنقسموها على زوج كيف ما سبق لي قلت لكم. غندير جوج ديال الاشكال، نوريكم الطريقه كيفاش تخدموهم على شكل رغيفات، والطريقه كيفاش ديروهم دائريين. الآراء كتختلف، كاين اللي كيبغيهم يديرهم دائريين، كاين اللي كيبغي يديرهم على شكل رغيفات. انا هنا سهلت عليكم المأمورية في فيديو واحد. صافي من بعد ما قسمت العجينة على زوج وخليتها ترتاح غير واحد 5 دقائق، خديت النشا. غنستعن بالنشا بها باش غنطلق العجين ديالي. خديت الكرة الاولى وبديت كنطلقها بالنشا باستعانة الدلاك كيف ما كتشاهدوا في الصورة، حتى غنطلقوها مزيان. ما تنساوش فيما كنطلقوا العجين كنضيفوا النشا. هذا هو السر ديال الرغيفات باش كيجيو مورقين. كنستعنوا بالنشا ماشي بالدقيق، وكنطلقوا العجين ديالنا مزيان مزيان على هذا الشكل هذا. من بعد ما كنطلقوها مزيان صافي مباشره كنبداو نتنيوها. هذه نستخدمها على شكل رغيفات. هانتوما كيف ما كتلاحظوا في التلويه ديالي ما كنزيرش الحربول، كنلويه وهو مرخوف شويه. هذه هي اللي غنخدموها في الرغيفات. اما بالنسبه للشكل الثاني اللي غنطلقه معاكم غنزيرو في الطويه باش غيجينا على شكل دائري. غنزيرو في الطويه، اما هذا اللي رغيفات ما غنزيرولوش الطويه ديالو. صافي مباشره من بعد ما ساليت الحربول الاول غندوزو للكره الثانيه، حتى هي غنطلقوها بنفس الطريقه. كل ما كنطلقو كنزيدو النشا من الفوق على هذا الشكل هذا، وغنبداو نلويو الحربول مزير ماشي مرخوف كيف ما كتلاحظوا معايا. كتزيروا الحربول ديالكم، ما كتخليوش الفراغ بين الطويه والطويه. صافي كنزيروا الحربول وكنجمعوا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا. مباشره غنبداو نقطعوها الحجم اللي بغيتوها تجي صغيره بزاف ما كتعرضوش التقطيعه، بغيتوها تجي مواسطه كتعرضوا شويه التقطيعه على هذا الشكل هذا. راه كتعطيكم كميه وفيره، كتعطيكم كميه كبيره بالنسبه لهاد الكميه هذه. راه كتعطي كميه وفيره. اللي بغى يدير غير نصف المقادير، لا بغى غير شويه يدير غير نصف المقادير فقط. صافي هنايا كنبداو نسرحوها بالدلاك، كل قطعه كنسرحوها باش كتعطينا شكل دائري على هذا الشكل هذا. والحربول الاول اللي خدمت معاكم غنديرو على شكل رغيفات كيف ما كتلاحظوا معايا. بديت كنقطع بالموس وغناخد الدلاك وغندير الدلاك في الوسط باش كيعطينا هذا الشكل ديال الرغيفه هذا. صافي غنستمر على هاد الطريقه هذه حتى غنسالي الكميه كامله اللي عندي، وغنسخن الزيت مزيان، وغنبداو نقليو الرغيفات ديالنا. من بعد ما كتكون الزيت سخنت مزيان بديت بهاد الدائريين كيف ما كتشوفوا معايا. غنبدا نقليهم وغنبدا نقلبهم كل شويه، نقلبهم وندير الزيت فوق منهم باش ينتفخوا معاكم على هذا الشكل هذا بواسطه الملعقه. كنبداو نقلبوا فيهم ونعاودوا حتى كياخذوا معنا داك التحميره اللي بغينا.
من بعد ما كنساليوهم وكيجيو على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، غنوليو ندوزو نقليو داك الرغيفات الاخرين معاكم. من بعد ما غنساليو القليان ديال الرغيفات، انا ما كنعسلهمش، ما كنغطسهمش في العسل كاملين، كنبدا غير ندهنهم من الفوق، كندهنهم بالعسل من الفوق فقط باش ما كيجيوش حلوين بزاف وانتم ليكم الاختيار. غنبقى ندهنهم من الفوق بالعسل وغنرش عليهم جنجلان. كما بامكانكم ترشوا عليهم كاوكاو ايفيلي اولا اللوز ايفيلي، كيبقى ليكم الاختيار. هادو هما الرغيفات ديالنا من بعد ما ساليت القليان ديال الرغيفات كاملين، كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو مقرمشين، ينفعوكم هكا في صباح العيد اولا الكوتي للضيوف. كانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بالبارطاج ولايك الفيديو، الاشتراك في القناة. إلى وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.